الكلام ده. خلينا نروح لكهربا، وخالد الغندور ايضا بيتكلم على كهربا. اسمع كده. او جونين او هاتريك، ما كهربا لعيب كويس، ما هو كان بيجيب جوان مع الزمالك. لكن هنا السؤال يقول لك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا كبير يا جماعه. هو مين الغلطان يا جماعه؟ انا مش مساعد. هو الناس بتتعامل مع كهربا كانه مظلوم مثلا، والزمالك هو المفتري مثلا. يعني الاعلام عندنا في مصر بيعامل نادي الزمالك يا مفتريين يا وحشين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي تخلوا كهربا يهرب وتاخدوا فلوس منه يا وحشين؟ ايه ده؟ انتوا وحشين قوي. وكهربا يقول لك ايه؟ ربنا كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في ايه يا جماعه؟ هو مين الغلطان؟ هو الاعلام في مصر بيتعامل مع مشكله كهربا على ان الزمالك هو الغلطان؟ طب ده كل درجات التقاضي اكدت ان الزمالك كل حاجه سليمه، وحملت اللاعب فلوس غير طبيعيه. طب اقسم بالله العلي العظيم ان انا فرحان ان كهربا جاب هاتريك في القطن الكاميروني، عشان ده يبقى عامل ضغط، عشان بقى ما نوجعش دماغنا بقى، ويوم 8/4 بقى يدفعوا الفلوس قبليها نادي الزمالك ونخلص، وكهربا يلعب وبتاع ويروح المنتخب ويتالق ومفيش مشكله. لكن يا جماعه بيتعاملوا مع هروب كهربا والكوبري اللي اتعمل، والناس بتناقش القضيه اللي ما حصلتش في العالم كله، ان النادي بعد كده يفلس، والحاجات دي بيناقشوها في المحكمه الرياضيه الدوليه كانها كيس حاله غريبه. ايه الحاله دي يا جدع؟ ده الواد هرب منتهى الذوق والرقي في الهروب. ايه ده؟ ايه الشياكه في الهروب دي؟ وتيجي انتوا يا مفتريين بعد ما كهربا هرب منكم، يا كفره يا اللي ما بتعرفوش ربنا، يا ساتر يا رب، تاخدوا فلوس من كهربا عشان هرب منكم. ده رجع للاهلي. انتوا جننتوا ولا ايه؟ انتوا جننتوا. ده رجع لنادي الاهلي يا ابني. ده النادي فلس اللي في البرتغال. راجل رجع يعني مش لاقي ياكل، تاخدوا منه 90 مليون جنيه. حرام عليكم. عشان كده وجب الاعتذار يا جماعه لكل الناس في مصر وكل الناس اللي معاها كهربا. احنا نادي الزمالك احنا اسفين جدا يا جماعه والله. احنا كنا فاكرين ان عصام الحضري ما هرب او كوليبالي هرب ده هروب، فقلنا كهربا هرب زي لا، ده طلع قصه مختلفه تماما. ده هنا هرب، عصام الحضري هرب وساب النادي الاهلي، لكن كهربا هرب من الزمالك ورجع للاهلي. فدي فرق يا جدعان. مش شغل دماغك. اللي يهرب من الاهلي يبقى هربان، واللي يهرب من اي نادي ويرجع للاهلي يبقى بالاحضان. في فرق بين هربان وفي فرق بين احضان. بالاحضان يا كهربا، بالاحضان. حسبي الله ونعم الوكيل في نادي الزمالك، مفتريين ومجلس اداره. حسبي الله في مستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره وكل الناس اللي جت على كهربا. حرام عليكم، حرام عليكم. هكذا بنتعامل في الاعلام عندنا في مصر.